بسم الله بديت وعلى نبي صليت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله. الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. نبقاو في السلسلة يعني تاع الجوازات التقليدية خصوصا لشهر رمضان وتحدي 30 طبق. يعني راح تستفادوا ولو طبق ولا زوج ديروه خلال شهر رمضان إن شاء الله. ابقوا معايا برك. اليوم جبت لكم هاد الدجاج مرقة بيضة. عمره ما كان يتسمى شطيطحة. الشطيطحة يعني درسة، يعني توم، يعني مرقة حمراء. هنا عقدته لكم، تقدروا ما تعقدوهش كيما تقدروا تعقدوه حبيبات تاع البيض. دوك نتبعوا الوصفة ونقول لكم. هنا عندي توابل: ملح، فلفل كحل، قرفة عود، راس الحانوت سبيسيال مرقة بيضاء. الثوم درت غير سنينة لأنه يعني نكتروا البصل، وزدت من عندي شوية قزبر. في طنجرة ندير كمية تاع الزيت مع السمن. الوصفات التقليدية تاعنا يحبوا اليدام. هنا درت السمن ونخليه حتى يسخن ونحط الدجاج تاعي. يعني في الحقيقة لي صوص بلانش ولا مرقة بيضاء كانوا بكري يديروا كل شيء مع بعض، يعني يحطوا الزيت كل شيء بارد في بارد، الدجاج والبصل واليدام وليزيبيس، ويحطوا يقليو علاه باش تقعد لهم لاصوص تاعهم بيضة. ما يحمروش الدجاج ومن بعد هذاك الزيت يعني تتحمر شوية. يحبوا لاصوص تكون بيضة. هنا انا ما حمرتهمش بزاف باش نحافظ على تاني هذاك اللون. ومن بعد درت البصل ديالي، البصل تكون كمية معتبرة، يعني انه ما عندنا حتى حاجة يخطر ليه هذيك لاصوص. اللي يحب يعقدها اللهم بارك، اللي ما يعقدهاش يدير مغرفة فرينة حتى يتبال البصل باش يدير مغرفة فرينة ويحمس. يعني لو كان ديروها كي ديروا البصل، احا البصل ما يتحمسش مليح، يعني ما يدبلش، والفرينة تبدا تثقل لكم في هذيك لاصوص. لا لا، خلوا البصل يتحمس مليح ومن بعد ديروا هذيك المغرفة تاع الفرينة. حمسوها ومن بعد مرقوا. هنا زدت سنينة تاع الثوم، يعني ما درتش هادوك 3 سنينات، درت سنينة برك تاع الثوم ونخلي كل شيء يتقلى ولا يتحمس. هنا ضفت غير الملح باش يعني يساعد هذاك البصل يدبال ويطلق معاه. لي زيبيس نخليهم شويه لانه راني حابه نقلي بيان باش ما ينحرقليش هذوك لي زيبيس. خطرة على خطرة بيان سور نقلبو، يعني ما نخليهش نغطيه ونخليه، لا لا، خطرة على خطرة انا نقلبو حتى يدبال هذاك البصل والدجاج يبدا يدخلو في الطياب. تما ضفت التوابل تاعي اللي هي راكم تشوفوا نص عود قرفة، شوية فلفل كحل ما تكتروش باش تقعد لنا لاصوص شابة، شوية راس الحانوت سبيسيال صوص بلانش. يعني انا المكان اللي نشري فيه قلت لكم في لاغوتشاغ هايل ديالو، ومع شوية قزبر. هنا ضفت الحميصة. الحميصة تاعي طايبة 80% هكاك. هنا مرقت باسكو بالماء نورمال، لخاطرش درتها في الصيف والماء كان سخون يغلي. يعني ما مرقتش بزاف، درت غير شوية نزيد، مازالني نخليه يزيد يتحمس. والمعدنوس درت بوكي هكا تاع المعدنوس باش ما يخسرليش المرقة تاعي تقعد بيضة. هنا بعد ما زاد تحمس وتنكه بهذوك لي زيبيس، هنا نمرق قسمة يطيب لي هذاك الدجاج وتكمل طيب لي الحميصة. هاوليك المعدنوس كيفاش درت، ونغطي عليه ونخليه يطيب. ونروحو انا يعني قدمته مع البطاطا محمرة في الكوشة. هاي لك عندي كمية تاع البطاطا، شوفوا الحجم تاعها كيفاش قطعتها، يعني المهم تكون نفس الحجم كامل. في الماء هنايا حتى يغلي درت له شوية ملح وشوية خل. علاه نديروه حتى يغلي باش تقعد هذيك البطاطا محافظة على الشكل تاعها ما تدبلش.
وحتى الخل يعني يعطي لها قرمشة من برا وميم طون يعني ما تدقدقش فوالا. هنا تاني اللي يحب ينكّه هاد الما أعشاب عطرية يعني ديري الرند ولا زعترة ولا أي حاجة تحبوها، حتى سنينة توم يعني بالقشرة تاعها تعبزوها شوية وترموها، بصح ديروه مع الأول باش قبل ما يغلي الما باش يتنكّه، يعني هذاك الما تاعكم. أنا هنايا حبيت نحافظ على الذوق تاعها الأصلي. درتها كي تبدا يعني يا ربي، يا ربي واحد 4 دقايق، 5 دقايق، هذا ما كان ونحيه نصفّيه. درتها في هاد السربيتة باش نشف لها كامل الما ديالها، ومن بعد نتبّلها وندير لها شوية زيت. التوابل درت شوية كركم، شوية قزبر، شوية سكنجبير، فلفل كحل، توم غبرة، بصل غبرة. وعكري حار أنا درت، واللي يحب يدير الحلو يدير الحلو، واللي تاني يعطي لها قرمشة ويعطي لها يعني يتبدل القوام تاع البطاطا. هي هنايا درت مغرفة ونص تاع المايزينا ولا دقيق النشا. هاد التوابل كامل اللي قلتهم لكم بلا نشا بيان سور، نديرهم كامل، نخلط ونديرهم في علبة، وشاك فوا ندير هكا بطاطا لأنه يعني نحبوها بزاف حنا في الدار. نديرها، نلقى التوابل تاعها واجدة، ما نقعدش نجبد أشاك فوا. هنا بعد ما درت هذيك المايزينا واش نزيد ندير، نزيد ندير مغرفة ونص تاني درت تاع شابلوغ. هاد المكونين يعني تاع النشا الشابلوغ يعني يعطي لها قوام رائع. هنا بلا ما نقعدو نقليو شوفوا يعني عملية سهلة وتعطي لكم بنة رائعة. نجو للعقدة، شوفوا هنا نعطيلكم يعني العقدة كيفاش تزدار. إذا حبيتوه يعني يجي خبزة، هذاك العقدة تاعكم تجيكم شادة روحها. القارص ما ديروش من الأول كيما درتو أنا، بصح إذا حبيتوه يجي مفتت، ما يجيش شاد روحو، تما القارص نديروه من الأول كيما درت أنا. ندير كمية تاع المعدنوس، 2 حبات بيض، شوية من المرق نحّوه حتى يبرد شوية باش نديروه، و2 حبات بيض، ملح وفلفل كحل، وتقدروا ديروا غير الملح. نخلّط ونعقد به الجواز تاعي. كيما قُلت لكم القارص تقدروا ديروه من الأول إذا حبيتوه ما يخرجش شاد روحو العقدة تاعكم، وإذا حبيتوها آآ شادة، لا ديروها مع الآخر. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة التانية، يقدر الطبق يتقدم بلا عقدة، كيما يقدر تديروا حبات البيض، ديروا هذاك البيض تاعكم حبات ومن بعد تعصروا القارص والمعدنوس من الفوق. ولكن أنا راني موجدت لكم طبق واحد آخر بخاسك هكا بصح يزدار في الكوشة، حبيت نبدل شوية على هذيك اللي درت لكم هذا الطبق بهذه الطريقة. وهاد الأطباق تتحب كمية مليحة تاع الحميصة. أنا خليتكم سمعتوا القرمشة هذيك تاع البطاطا تخرج من أروع ما يكون، يعني تقدروا تقدموها مع الدجاج، مع اللحوم، يعني تقدموها مع أطباق عدة، ماشي غير مع هاد الطبق. وهاوليك الطبق تاعنا بيان سور تاني يتقدم تاني بالقارص. وشوفوا لاصوص كيفاش تجي، وهكذا تنتكل تجي هذيك لاصوص خاطر الله الله، تكون كاتر الحميصة، وكما قلت لكم البيض والعقدة تاعكم كيما تحبوا نتوما. واللي عجباتو الوصفة وعجبوه الوصفات كامل هاد 30 اللي راني معولة نديرهم لكم، ما عليكم غير تبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم، وما تنسونيش بجام وكومنتير، وتهلاو لي في رواحتكم، والسلام عليكم.